Ça marche. الخوصة تدخلوا شوف تيفي اون ديريكت. مثلا إذا مساء الخير أو صباح الخير، بما أنه صبيحة الثلاثاء. على غير العادة تعودتم غيابي، لكن أطل عليكم اليوم في هذا الوقت. إذا مساء الخير. الصوت مزيان. واحد الموضة ولات جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. شنو هي هاد الموضة؟ كنشوفوا واحد الزوج كيطلق هو واحد الزوجة لسنوات طوال. داك الزوج كيمشي يختار حياته، او الزوجة حتى هي بدورها كتمشي تختار حياتها، ولا كيمشي يعيش في كونس. غير الفارق بين الازواج البسيطه اللي هما خارج شاشات السوشيال ميديا والازواج اللي هما من المشاهير هو انه هذوك معروفين والاخرين ما عرفهم حد، لان البيوت اسرار. كنلقاو الزوجه كتنوض، غنقولها لكم بصريح العباره بلغه شعبويه، كضرب الطر للزوج، بمعنى كتخرج اعلاميا او كتخرج في مواقع التواصل الاجتماعي كتطلب نفقه. هذه القصه بدات مع سهيله، الطريقه ديال المليونير المزعوم، وكانوا ترند. كل زوجه من حقها تشوف بانه خصها تطالب بحقوق ابنائها. مبدئيا نحن لسنا طرف في اي قضيه، الاعلام هو صوت لمن لا صوت له. خصوصا القضايا كاين اللي غادي يقول لك سميره وشحال هذه عاوتاني جيتي لنا بالتفاهه. راه دائما كنقول لكم بان التفاهه تناقش، لان داخل كل قضيه تافهه كاينه رساله تمرر، رساله ميساج للناس اخرين. دائما كنقول لكم راه في السوشيال ميديا، خبايا السوشيال ميديا كاينين رسائل كثيره وكثيره وكثيره. الترند الاول كان مع سهيله والطريق ديالها، وانا اعلنها عبر هذا البث. انا دائما مع سهيله قلبا وقلبا. انا دائما مع المراه، انا مع سهيله، مع فريزه، مع منانه، مع ناديه، مع فاطمه، مع ولست ضد الرجل، وخير دليل انني راه جالسه حدا غنعطيه حق الرد. انا ضد ان الاطفال يستغلوا في المواقع. عندي مشكل مع الراجل، نموت انا وياه، خليو الوليدات بعاد. دائما الوليدات كيدخلوا في واحد الصراع ما كيكونوش طرف فيه، انما كيلقاو راسهم هما طرف فيه. برفقه اليوم مراد الدوش، عندهم متابعين كثر. كاين كذلك اللي ما يعرفش مراد الدوش. مراد الدوش يوتيوبر، تيك توكر، سميو كما بغيتو تسميو، من مشاهير السوشيال ميديا. من يعترض على كلمه مشاهير، هذه حقيقه. هاد الناس تتفقوا معهم ولا تختلفوا معهم، غتعطيني شويه الزوم ليلى الزميله العزيزه، تتفقوا معهم تختلفوا معهم، عندهم متابعين. غير انا اثني على المحتوى اللي كيقدموا مراد والزوجه ديالو، اثني على هذا المحتوى. ما فيش شي حاجه خادشه للحياه، ما فيش كلام ساقط، ما فيش عري، ما فيش بزاف الحوايج. كاين اللي ما كيعجبوش المحتوى، انا اثني على المحتوى. انما نتوما كتعرفوا موقفي من السوشيال ميديا من زمان. هذا رايي ولا الزم به احد. مراد هو الزوج ديال فريزه. فريزه هي صوفيا هاجر، الفتاه اللي كانت طلعت معايا منذ 4 سنوات. ياك صوفيا 4 سنين، 4 سنوات كانت من الضيفات الاولات ديال البرنامج حياه الليل، واللي هي اللي كانت شيرات عليا بالكاس. والناس كانوا تعاطفوا مع قصتها بزاف، وانا كنت من المتعاطفات جدا، لانه انا كانت بقات فيا صوفيا ظروفها. كنت كنشوف قدامي واحد المراه اللي كتقاتل وكتكافح على بنياتها. كنت كنشوف قدامي واحد الامراه شابه قاتله مع الزمان على ولد وليدات. الراجل كيدير قد راسو كيهرب وكيزيد، وكتبقى المراه مقاتله. عاشت حياتها، سهل عليها الله، تزوجات هي ومراد اللي حتى هو كان صانع محتوى كيدير افلام قصيره. قبل اسبوع تليفون اخويا، قبل اسبوع مراد هو وصوفيا احتفلوا بالعقيقه ديال الابن ديالهم. غيجينا اتصال من الطريقه ديال مراد اللي هي الاخت مننا، لها كذلك منا كل تقدير واحترام. اتصلت بالاداره وطلبتني بالاسم. بغيت سميره الدوليه اللي تصور معايا، مرحبا انا كنصور مع اي شخص. شنو عندك مننا؟ مننا كتقول ما يمكنش انا غنشوف طريقي طالع في العماريه، طالع في العماريه عايش حياه البذخ، كياكل بزاف، كيولدو بزاف. الهاشمي كنوجهو تحيه للهاشمي باللانش بوكس وهو ما كيصرفش على ولادو. حالي حال اي امراه غتسمع واحد السيد عايش بخير وما كيصرفش على ولدو على ولادو، كتجي شويه قاصحه. كيفاش انت كتبان بخير وهذا ما كتصرفش على ولادو؟ سمعنا المنانه وعطينا حق الرد المراد،
وراء الكاميرا تتواجد معنا فريزه اللي هي صوفيا الزوجه ديال مراد. غنسمعوا مراد اكيد مساء الخير بعدا ومرحبا بك معنا. الحمد لله. اكيد شفتي معنا الطريقه ديالك، شفتي الخروج الاعلامي اللي خرجت والتهم اللي وجهت لك، منها انك انت ما كتصرفش على ولادك، طالعين في العماريه، مشيتي وخليتي 4 شهور ديال الكرا، ما كنتيش مهضي فيها، خنتيها مع صوفيا وهي على الذمه ديالك، وجيتي كلام كبير كنت كنسمع امراه كتقول واحد الكلام اللي هو كبير وقاصح وجارح في حق امراه. وتساءلت انا مع نفسي هل يوجد رجل بهذه الجرأه؟ كاين رجل وقح لهذه الدرجه انه غيجرح هذه المراه ويمشي عندها ويقول لها انا كنبغي واحد السيده عطيني الموافقه، وقلت من انا بانها مشات باش تعطيك الموافقه والمحكمه رفضات لانه شافت بانك غير مؤهل باش دير التعدد. غنسمعوا منك وحق الرد مكفول لك بقوه قانون الصحافه في 430 كيعطيك الحق. تفضل امور. اول حاجه اللي كنركز على الموافقه او المحكمه، انا خديت الموافقه. خليني نرجع انا وياك الاول البدايه انت وياك باش نمشيو انا وياك بالتسلسل. البدايه من اول زواج، عاودي من الزواج كيفاش كنتو مزوجين عايشين باش الناس تفهم، لان هي قالت بانها كنتو عايشين بخير وعلى خير وكنتي انسان مزيان وكنتي سني، يعني كتلبس الخشابه وداير اللحيه وكتصلي، شويه وليتي كدير اللايفات، وليتي كتسكر، وليتي كتمشي للبيضات، وليتي محيح، شويه تلقيناك بزوج صوفيا خطفاتك صوفيا. خليني نرد على هاد الكلمه تخطيف، راه كاين شي راجل كيتخطف على العيالات. لا ما تخطف، ما ماشي كندافع على الرجال، انا بغيت نقول الحقيقه الرجال ما كاينش شي راجل كيتخطف. انا من الوزن تاعي ما يمكنش يتخطف ولا تخطف. دابا شنو هذه الكلمه ديال الخطايف بزاف ماشي داك تخطف، او داتو ليا ولا جراتو. نعم. شنو هو دابا حاجه الكلب وكان جالس عندهم ولا ما يتجرش لك والله الا مشارك. المهم كما قلت لك كنا مزوجين زواج عادي. في اول مرحله كانت السيده شويه ديال الاحترام شويه تاع نعم لواحد المده ديال مده تزاد الابن الصغير عنده دابا شي غادي 6 سنين. هذا الوليد الصغير ديالكم اللي درتوا له العقيقه؟ لا ها زعما نقول درتوا العقيقه مع هي باش نهضرش مع الزوجه الاولى. الزوجه الاولى طريقه المهم تما بدات السيده تتفورما. كيفاش كتفورما؟ غلطت شويه غلطت شويه قالت صافي راه دقيت الوتاد مع الجولاد، واخا نضرب واخا ندابز واخا ندير واخا نخون واخا ندير راه السيد صافي غنوقف عند واخا نخون. اذا القضيه فيها خيانه زوجيه. المهم انا كنت كندير افلام قصيره، كنمشي عندي طوموبيل اخرى، طوموبيل كنكون حاطه تنخليها تما في العمل ديالي مقابله هذه. نعم. خدامه معايا ماشي كتعاونني، كانت خدامه معايا. يمكن مراتك كيفاش خدامه معاك؟ مراتي كتعاونك؟ اللي كتقول لك لا خلصني ماشي تعاونك. دابا واش المراه اللي عاونت راجل خصو يخلصها؟ خلاص دخلت عليك بالله اقسم بالله وكتخلصها. من نهار درت هذيك الكرافان اللي دابا اصلا انا عاطيها لك كتقول لك ما خلي لي والو، درت شديت واحد الورش كان الاب ديالي توفى، وشديت الورش ومشيت صايبت هاد الكرافان هادي. كنت خدام كانت عندي مزيان. درت هذيك الكرافان 12 مليون باش قاديتها صايبتها بديت خدام. الامور بدات كتيسر، السيده شافت الامور بدات كتيسر وتقول لي بغيتي نعاونك نخدم معاك خصك تخلصني. اش كتعاوني خدام معايا تنخلصها تنعطيها 120 درهم في النهار. انا تنمشي نصور تنحط طوموبيل تنجي تلقى الطوموبيل ما كايناش. الطوموبيل ما كايناش. اللي هي الكرفان. لا عندها ولات كتخلي الكرفان كتهز لي الطوموبيل. الطوموبيل اللي هي ديالي تتهزها وكتمشي الدور. فين انا وخالتي هنا انا كذا. شميت الريحه بلي كتهز خالتها وكتهز واحد السيد اللي انا غنوريه لك ونوريك التصاور، كتهز الطوموبيل وكيمشي يبداو يدوروا. شكون هاد السيد هذا؟ السيد كيمشي يخدم معايا كيجيب لي الخبز، هو اللي كيجيب لي الخبز. كتهزو فين كتهزو؟ بصيفطو شنو؟ ما عرفتش كيفاش صيفطو انا خصني نسول علاش كتهزو معايا في الطوموبيل. فهمتيني؟ نعم. هي هذيك انا عاد شميت واحد الرويحه بديت كنبحث بحثت من هنا من هنا. المهم الامور ما وضحتش ليا. نعم. على بالك واحد النهار جاني واحد الميساج راه هو نوريه لك في التليفون؟ في التليفون. الا فيه صوت ما كندخلش الصوت. لا ماشي صوت، هذاك علاش قراها لي ماشي صوت. ميساج من عندهم. هانتي سميت الكونت وسميت الصراي رايو. يعني هذه شي وحده كتقول لك بانه ما تحفظ ما نقدرش نقرا هذا الميساج لانه شويه فيه عرض وشرف امراه اخرى. انا ما نقدرش نقراش. هي هاد السيده هي اللي خبراتك بهذا الامر. بهذا الامر انا ملي قريت هذا الشيء بديت نترعب. لا ولكن بلاتي راه ساهل انا ندير فو كونت ونصيفط لك راني شفت مرتك مع تمام، ولكن واش تاكدتي؟ تاكدت بهذا الشيء. كون ما تاكدتش انا راه وانا بعض المرات تكون انا تلقى السيد تيقول لي راه حقا تخلص في الخبز، حقا تندير، حقا تنفعل. فهمتيني؟ انا جايك اري لي داك التليفون الاخر
كاين شي حاجه اكثر منها؟ نقول لك لا. خلينا نطلعوا موسيقى. لا غير لا. واش هذه السيده اللي جات عندك؟ شوف هذه الزوج ديال الطريقه ديالك عفوا. واش هي ولا ماشي؟ هذا هو الشخص اللي وهذا ولكن كي جات عندك هي هذه السيده، ملي جات عندك كي كانت؟ مهاجره. حاجه ودابا هادشي فوقاش. وشوف ها هذا هو الشخص اللي كان خدام عندك. ماشي خدام عندي، كان كيجيب لي الخبز، ماشي خدام عندي هكا. كيجيب لي الخبز كيتخلص كيمشي بحال. لو بقيت ما كنكونش انا هما اللي تيخلصوه، فهمتيني؟ كتكون هي خدامه مقابله راكي. هاد الوقيته هذه هاد الفيديو هذه هي على دم كانت مرتك ولا طلعتي مطلقين؟ هنا راه باش تفاش تطلع فهمتيني؟ نعم. انا هذا الشك ديالي اللي كان وتاكدت وزدت تاكد دابا. ونقول لك علاش انا تحفظت على هذا الشيء كامل وما بغيتش نعلق ولا وليدات. وليداتك. باش ما ندخلهمش في ديال التوصيل. انا جبديني الله يبارك فيك. هاك فهمتيني؟ بالله عليك انت هاد السيده هذه اي امراه في العالم تجي عند راجل تقول لك انا موافقه هكذا. لأن لا فرنسا ماشي على موافقه، على طلاق اتفاقي. لا هي قالت بانه انت جيتي عندها وقلتي لها بانه انا كنبغي ديك السيده اللي هي صوفيا وبغيت نتزوج بها، عطيني الموافقه بشرط غنبقى نصرف عليك ونصرف على الوليدات، ومشات معاك تعطيك الموافقه ولكن في المحكمه رفضوا. اوكي. السيده راجع عندها نقول لها انا كنبغي واحده اخرى، كنبغي هذه. انت رجع عندك الزوج ديالك وبوجا صحيح وقال لك غنتزوج فلانه، فهمتيني؟ غنتزوج فلانه وهو ما داير حتى شي حاجه وانت ما دايره حتى شي حاجه، تعطيه تقول له هاك سير الموافقه. لا انا نطلق ونمشي نتزوج بها هنا. ياك هاد السيده اللي مشيت عندك انا غنتزوج بها عطيني انا موافقه غنتزوج بها. هذا ما ادعت، هادشي اللي قالت هي. اللي كتقول نعم. ولا ما كاينش حقيقه. شنو هي علاش؟ شنو هو السبب؟ السبب انا هي ملي بعد ملي حصلتها بدات تقول لي صافي نطلقوا. يا اسمح لي كنقول لها نطلقوا، قالت لك لا ولا ما تشوهنيش قدام الناس وما نطلقوش ما نديروش كذا، وبقينا قصيره. شي واحد عطينا الله يعافاكم من عنده. عطينا اختي حلينا هذا عافاك. انا واحد الصراع ماشي صراعات، هذه هي ما بغاش تشوف. قلت لي ندير معاك اللي بغيتي عملت سترسيها من شيم اخلاقك. الحمد لله انه ما توقع شي حاجه اللي توقع فيها شي جريمه الله يستر. لا ما هادشي اللي غيوقع ويبقاو الدراري ضايعين. برافو يبقاو داخل صحيح. المهم هذيك الموافقه كانت على واحد زعزيعه في الاخر مشات هي درت لي طلاق شفافي صافي. اما غنطلقوا واخا طلعنا شكرا طلعنا على عقد الطلاق وفيه طلاق اتفاقي وكاين انك كتعطي نفقه للوليدات ابدا. عطيتها انا هي المشروع ديالي. كرهها ديك الساعه انا ملي غنطلقوا خرج زيرو ديالها اللي كتقول لك ما عطاه والو ما داير والو تنقول لك هذيك الكرافان 12 مليون زائد الدار الاجات ديال الدار زائد التلفازات زائد زيرو ديالها ما خرجش. ما كنسميتش عليها درهم ما عنديش. خليت لها المشروع كتصور فيه انا كنصور فيه 1500 درهم للنهار ما شاء الله. نهار 100,000 درهم 800 700 نهار 100. وملي كتكون خدمه وهادو بلا اعياد بلا هادي فهمتيني؟ خدمه تبارك الله. هي هذيك النفقه. انا دابا هاد الوقيته اللي كنت يلاه خرجت من الدار ما كنتش خدام تزوج باجها زيرو ديالها ما عنديش حتى واش انا اللي كنت دابا دخل عليك والله انا كان عندي رزقي وبخير غنمشي عند واحد نقول له نخدم معاك سمعتيني. بدينا من الزيرو بديت واحد كريريسا بدات هاجر كدير لي فلوق بدينا خدامين الناس تفاعلوا معنا الحمد لله يسر الله جيني يسر لنا الله وبقينا خدام. عندي واحد البلاصه في هاد البلاصه اللي في هذه في المسيره اش خدامه فيها هي. لو لقيتها مني مسك عليا الله وليت كنطلق بولادي تنعطيهم تندير المهم ما تنخليهمش بلاش كتعطي الوليدات بيني وبين ولادي. هادشي كلام مأكد راه الوالده راه خوتي كلشي عارفين. نعم. جات واحد الوقيته ملي هي بغات تخوى على الدار هزت الدراري وداتهم للدار قلت لها بقى دات الدراري ملي جاو عندي واحد المره ديتهم ركبوا معايا الطوموبيل جبتهم حطيتهم شدتهم سرقتهم قتلها. علاش؟ باش ما يبقاوش يطلقوا معايا. من هنا النقطة خصني ضروري ما نخليهاش تمر مرور الكرام. للأسف كاينين بعض الأمهات كينتقموا من الأبناء صوت نقص كينتقموا من الأبناء عن طريق الأبناء. لا صوت
انا ما كنتكلمش على من انا ولا على غيرها، كاينين بزاف ديال الامهات اللي كيكون الراجل فاقصه كتكون تبرد جنونه في الولاد، الوليدات لا ذنب لهم، ذنبهم انك تيمهم وباهم، مشاكلكم فيكم بوحدكم بعد على الوليدات. تفضل. كاين صوت شفت عندنا صوت ناقص. ايوا هي هذيك المره الثانيه مشيت قال لي واحد الدري تصوني عليا تما في الحومه، تقول لي انا وليدك كاين هنا زين، تقول لي وليدك راه كاين هنا. مني مشيت صيفط لي واحد الدري صغير ما بغاوش يجيو، قالوا راه ما كضر خلينا ما نقدرش نجيو نشوف دابا خير هادشي ماشي ليه. هي هذيك مشيت للدري قلت له خويا سلك لي وليدات، قالوا راه ما قال لك ماما مكضربهم ما غايجيوش. بديت نصيفط لها ناس صافي الدري اش بغات تعطيني نشوفهم، ما بغات دير حتى شي حاجه. دابا كتبقى تقول تهضر على ما كيصرفش على ولادو، لا هادي لا داير لا فاعل لا تاع. البعض فسر هذا الخروج هذا، خصوصا ان شي حاجه كتنتشر عبر السوشيال ميديا، كيقول لك وهاد المره مثلا طلعت حتى شكون طالعين في العماريه، ومن انا قالت انت طلعتي في العماريه ولادك تيموتوا بالجوع. و3 سنين الصوت عندنا مزيان، الناس اللي كيسولوا على الصوت. اخوان الصوت مزيان، الصوت مزيان، زيدوا في الصوت في التليفون صافي. بعيد شويه مزيان. انا نستاجر راه السبب راه هو خيانه. هذا هو السبب، حنا جايين تنهضروا ايطاب ايطاب، تنهضروا غير بشويه. الله واخا كتقول بان سبب الفرق بيناتكم هي خيانه زوجيه. هذا هو سبب الفرق. انا الغلط الواحد اللي درت كنخرج هذيك الساعه كنفرق على امي، فهمتيني، غنفكرت في وليداتي ومبغيتش ندير شي جريمه اللي هي خايبه. ورانا دابا راه مغارب 20 عام. لا برافو لك، تحكمتي في اعصابك، برافو لك. انا ضد العنف. الراجل لقى المراه كتخون، كاين قاضي، كاين طلاق. المراه لقات الراجل كتخون ما بغاش تكمل، كاين طلاق، لانه غيبقى واحد الوليدات ضحايا. سمير اختي من شي مني انا حصلتها وعرفت راه كاين تاكيد، من بعدها صافي انا طلاق هادي صافي، وكانوا عندي اوديوات مشاو ليا صافي كنطلقوا. جيت دخلت للدار بحال شي واحد اللي صافي صبر. واخا مراد خليني نسولك بصراحه، اخر مره شفتي وليداتك؟ اخر مره نعم بصراحه. صراحه انا ما نكذبش عليك شي 3 شهور دابا. علاش؟ شنو اللي يخلي واحد الاب ما يشوفش الوليدات 3 شهور؟ ما هي ما كديرهم دار ما كتخليوش يشوف. جينا ملي كيجيو الحومه تما كاين واحد السيت تيصون عليه تليفون، تمشي لعندو تنهز. المره الاخرى ملي جاو دابا شي 20 يوم، سمعتيني، شي 20 يوم صيفط لهم الدري، عاد 20 يوم صيفط لهم الدري ما خلاتهمش يجيو. ماشي هي ما خلاتهمش، هو الدري قال لهم انا ما غنمشيوش عنده راه ما مصلحتنا. يعني الوليد ولا خايف يمشي خوفا من الام. وملي كنتلاقى معايا قال لي انا غنجي عندك وندوز معاك الصيف وهادي ونجلس معاك واحد 10 ايام دري بجوج، ونجلسوا معاه واحد 10 ايام في الدار. ملي مشاو لعندها واقيلا قالوا لها انا غنمشيو نجلسوا معاه، شديت وصلت. كل ما جاء على لسان الام باش هترد عليها مراد، باش نعطي فرصه لصوفيا. كلشي كذوب اختي، مشيت ما قالش شي حاجه حقا. في نظرك شنو اللي غيخليها دير هادشي؟ علاش غادي تطلع وتخرج عبر منبر اعلامي كبير وتبقى تهضر وتقول هادشي كامل؟ انا غنقول لك واحد الحاجه، الشيء هذاك ما باغي لا فلوس. معليش اسمح لي، الناس اللي كيقولوا صوت ناقص، الناس كيكتبوا صوت مزيان، الناس كيقولوا صوت ناقص. شنو داير؟ كاين صوت صوت مزيان مزيان. الصوت مزيان، كاين بعض المشوشين. شويه لا كاين الصوت الاخوان. السيده اللي خلاها 3 سنين هذه وهي ساكته، 3 سنين وهي ساكته، ما هي ما باغا فلوس. كنت باغا فلوس وراه مشات شحال هذه دارت روينه ودارت غيلاره ولا تموت بالجوع، باغا الشهره. هذه المده ديال 3 سنوات ما رفعتش عليك دعوه قضائيه ديال النفقه؟ ما رفعتش. قالت بانها دايره النفقه، رافعه عليك دعوه النفقه. لا انا ما جاتني حتى شي حاجه. ما توصلتي بوالو. وصلت لا باستدعاء، ما توصلت حتى شي حاجه. ميساج واضح صريح وضوح الشمس المنانه، شنو تبغي تقول لها؟ وانا جا نقول لها واش بغات تشهر داري، جيت شتيني انا درت ماشي انا اللي داير، هاد السيده هي اللي دارت، السيده اللي دارت ودايره كلشي وهادشي. ملي شتينا العماريه ديك كما قالت تشوف العماريه ما تكتهضر عاد باغا تهضر على النفقه وتهضر على هادشي. وانا تنقول لها فين كنتي انت هاد الايامات كامله هذه مده 3 سنين فين كنتي؟ واللي بالك كتقول لنا شبوك سادي وهذا ما فهمتش. قالت بلا الهاشمي، وانا ما تنبغيش الوليدات يتجبدوا في هادشي. الهاشمي كتعطيو الماكله ديال الحصاده في اللانش بوكس وما كتوكلش ولادك، كتوكل ولاد مرتك وما كتوكلش بالنسبه ولادك. للهاشمي ولا شبوكس مو اللي غتهضر، هي اللي غتهضر على الشبوكس ولا الهاشمي ولا فهمتيني. نعم مو غتهضر عليهم. اش غنقول لك، كان اخا كان والله القاسم
ما كنوكلش ولادي. ولادي راه خليت لهم انا كرافه كتصوري فيها شي 1500 درهم في النهار، فين كديريها؟ وما ونجيب ولادها ما كنسالش معايا، ما كتصرفش عليهم، كتصرف دارهم، ما كتصرف عليهم، ما كدير، ما كت... فين ما كنمشي انا نسول ما كتكونش هي نديرها، ما كتصرف على ولادها، ما كديرش شي حاجه. فين كتشد الفلوس هذه؟ للعلم هي كانت بغات تواجهك اليوم، كانت بغات دير معاك مواجهه، وخوفا من ان يقع امر ما انا رفضت. هي نعم، كانت تواجه. بغات تواجه معاك انت وصوفيا. انا صوفيا كنشوف انا الموضوع ديالي. نتوما موافقين؟ انا ما عنديش كاع المشكل. صوفيا تصححي بالحق تجي عندنا ناخذك الميكرو. ولكن انا نزيدكم واحد، انا شوف، حنا ماشي هذا نقول لك نادم البوز ولا باغي يديرو، حيت بنادم تعادب هادشي هاد البيكور دابا هاد العيالات هادو دابا ولاو اللي مطلقه مع شي راجل، فهمتيني؟ كنهضر على الناس اللي كيدير السوشيال ميديا، ما كيدير السوشيال ميديا، سمعتيني اختي؟ ما كتمشي المراه ما كتخرج الدعيه، ما كدير والو. سمعتيني اختي سامر؟ دابا هاد العيالات دابا الناس كاع الدراري اللي كيديروا السوشيال ميديا مطلقين. دابا داكشي دابا الظاهره ديال العيالات ديالهم كتشوف السيد متزوج ولا دار شي حاجه ولا خطب كتنوض كتقول شنو غندير نركب على الموجه. لا، ان كان ما تدعيه صحيحا، الا كان بصح انت كتصرف على وليدات على ولدك الاخر وليدات صوفيا وما كتصرفش على ولدك، هي راه عندها الحق. الا كان، انا كنقول الا كان، لان انا ما عارفاش شنو بيناتكم، حنا ما نقدروش نجزموا واش انت بصح كتصرف ولا هي قالت ما كتصرفش، وانت قلتي انا ولادي كنصرف عليهم، خليت لهم كرفان ب 14 مليون سويت ما عنديش، انا ما خدامش، انا خليت لهم كلشي، داكشي اللي كان ملك انا خليته. نعم. منين غنصرف انا على الدراري ولاد السيد؟ منين غنصرف عليهم؟ ويلاه انا نقصت، يلاه درت واحد الكرفان، يلاه درت بديت خدام، اقسم بالله الا ما الخدمه ما كايناش، وجا عندي واحد الدري قال لي اخويا واحد جوج عيالات تيجيو هنا وتعشوا شي حاجه ما عرفتش شنو كاش. تصور دابا ما بقيتش كنحط رجلي في الكار، ما بقيتش كنشوف فيها. هادشي دابا داير عاين. جات عندنا ناخذ لك الميكرو عافاك، سمح لي، لان عندنا جوج الميكروفونات متاحقات بين صوفيا من الام ديال الهاشمي. فريزه هاجر الشهيره بصوفيا، فريزه هاجر كما بديت اللقاء ديالي تكلمت عليها، كانت من ضيفاتي في برنامج حياه الليل، وما كانتش ضيفه من المشاهير انذاك، كانت كتحكي قصتها وطلبت المساعده وحكات شي ظروف وحكات معاناه وكل ما قصت انذاك، وكانوا تعاطفوا معها ناس كثر، وكانت صوفيا صراحه من الناس، من البنات اللي دازوا عندي في البرنامج ديال حياه الليل، اللي كانوا من بعد خروجهم من البرنامج عجبوني في المحتوى اللي دار، لانه البرنامج كان للعبره، كنا كنجيبوا بنات كيكونوا قصاوص الليل وعذاب الليل وما الى ذلك، فكناخذوا قصصهم للعبره وكنشوفوا الناس اللي تساعدهم. فصوفيا كانت من الناس اللي دارت محتوى زوين وبعدات وخدامه وكدير اشارات، يعني ما بقاش فيها شي حاجه خايبه، اوريدي ما كانش عندها شي محتوى اللي خارج للحياه. غبرات صوفيا واحد المده وبقات كدير غير لي بلوغ وكدير الاشارات. سمعنا هاد الزوجات مراد دوتش غنمشيو للانش بوكس، بحال حاولتي داك اللانش بوكس عندك ما شاء الله رزقك وكاين وليدات كيف ما بغيتي. ايوا اختي انا كنت كنفرس غير على ولادي، وانا خرجت للسوشيال ميديا كامله غير على وليداتي. اول ما جيت لعندك اختي ساميه جيت عندك على ولادك، كنت كنقول لي دابا حاليا هي بلاصه الطريقه ديالو كدير لي فوكونطات وبزاف وكتعايرني بانا بالبرنامج اللي كنت واش نسيتي يا فاش مشيتي. انا ما نسيتش يا لا بلاتي خليني هنا غنرد لانه تذكر برنامجي. برنامجي كان للعبره، برنامجي جاو لي نساء محترمات، جاو لي فتيات لي، جاو جميع الفئات. هي جات لي دابا راه الدنيا صغيره، وكانوا ناس اللي كيجيو كيشاركوا قصصهم وعندهم امل انه هي طلبتني بالاسم، لان حنا كاينين الزملاء كاينين في مدينه الرباط وكاينين الزملاء في كازا، وكيجيو بنيات كيخرجوا من البرنامج كيبداو طريق جديده، وكانت صوفيا وحده منهم، وحتى هي راه جات ومرحبا بها. شنو قال؟ اول حاجه بالله عليك اختي سميره، هاد السيده هذه اللي باغاني انا نصرف لها على ولادها، واش الحماق هذا؟ انا واش نشوف الكاميرا ولا نشوف فيه؟ شوفي فيه ولا شوفي الكاميرا، شوفي بغيتي حنا بغينا الميساج يوصل. بالله عليكم المغاربه كاملين، واش هاد السيده انا صيفط عليا الراجل اول حاجه تزوج ليه طويل، انا غنهضر نقدر نكون ما غنعرفش كيفاش نخرج الهضره، ما غندخلش دوك المفردات ديال باش نستعطف المغاربه، ولكن غنهضر في المعقول، غنهضر على الحقيقه. واش انا الراجل تزوج به طويل 0 درهم، انا كنقول الحقيقه. انا بديت من الزيرو، بديت بفلوغات كنخدم كنتقاتل، انا اللي كتشوفي فيه انا ما كرهتش كيف ما كتدخلي وكديري لي فوق، حاربتني بجميع الطرق. علاش حاربتك؟ شنو المشكل؟ ما عرفتش، كتقول خدات لي راجلي، انا ما خديتش ليها راجلها، انا ما خديتش ليها راجلها ابدا. هي قالت لي انت كنتي مصاحبه معاه وهي مزوجه به. لا شوفي انا ما كنتش مصاحبه معاه، فعلا كنت كنهضر معاه، انا كنقول الحقيقه كنت كنهضر معاه، وكان كيشكي ليا مرتي المراه ديالي راه كنشم فيها ريحه كتخوني، كدير بحال الصديقه ديالو، كان كيعاود ليا عندنا مشاكل، عندنا دواخ، حنا كنقولوا كاع الرجال فاش ما كيبغيوش المراه ولا كيملوها كيبقاو حدا يعطيو اعذار فيها المشاكل فيها هذه.
انا كنت بحال الاخت ديالو كنقول ليه لا علاش ملي خليكم تفارقوا نتوما عندكم وليدات وهادي وهادي. حتى واحد النهار قال لي انا راه كنحصلها كتخوني كدير صافي خويا قلت ليه دير اللي عجبك. من موراها صافي جاب لي الورقه ديال الطلاق، جاب لي الورقه ديال الطلاق قال لي شوفي راني كنطلق وداك الشيء صافي. راه ما كايناش شي بنت في العالم اختي انا تزوجت على سنه الله ورسوله، ما كايناش شي بنت في العالم غيوقف عليها راجل وهي نيت باغا غير الحلال وباغا تستر راسها وغيوقف يجي عندها راجل يقول لها انا بغيت اختي نتزوج وغترفضو. انا بغيت نتزوج، انا بغيت نستر راسي، راس الغدا ماشي هو راس العريان. جا عندي راجل مطلق بغى يتزوج بيا، علاش نقول ليه لا؟ قلت ليه عندي وليداتي، انا كندير مواقع التواصل كندير فلوقات كنتقاتل. انا اختي راجليا منفوخين وانا حامله في التاسع ومشيت حتى الجديده على حساب الشركه خدامه فيها، مشيت حتى الجديده كان عندنا ايفينمون ولا غد ليه ولدت انت غادي ديريها وتخرجي تقولي لي صافي انا ما كرهتش المراد كما كيقول هادشي كيف كاين حق الله. واش كتبكي يا صوفيا؟ الله ياخذ حق الله. السيده هذه بعدنا من باش تقلب دابا. علاش كتبكي؟ حتى هذيك السيده دمراتني، اقسم النهار الواحد اللي غادي نفرح فيه خرجت واحد البنيه ديالي، خرجت كتهضر فيا انت خطفت رجعتي دمراتني. انا قلت هاد الكلمه انت خطفتي راجل، ما كاينش العيالات راه ما كاينش شي راجل كيتخطف واش الراجل دابا صغير. انا راه عندي 27 عام، ما كاينش شي راجل كيتخطف دابا هذاك الدب باش انا يتخطف. غنخطفو هي كبر مني، هي كبر مني انا وانا غنخطف هذا كون 10 سنين انا 10 غنخطف سنين الراجل هذا وغادي نتزوج به. انا اختي انا ما كرهتش كيما كتدخلي وكتعايريني انا كنقول لك قدام الغابه كاملين حتى انا ما كرهتش راجلي يخدم عليا بحال اللي كان كيخدم عليا. كتقولي لي راه كان كيدفع عليا الكروسه اذا كيخدم عليا قالت راه هي كتصرف عليك كما كتصرف عليه تصرف عليا. تصرف دابا على ولادك. دابا انت وليتيني انا نصرف عليه هو ونصرف على ولادي ونصرفت على ولادك انت. هذه راه حقره انا كنسميها هذه حقره وما قدرتش حتى نهضر. دابا بقاوت الضغط. هذيك السيده دمراتني. انا كنقولها انا كنطلب التسليم ليك اختي، دمرتيني بالسحر. انا كيصيفطوا لي ناس تصاوري في المقبره كيصيفطوا لي تصاوري كيصيفطوا لي تصاوري في المقبره كيقولوا لي شوفي وكيجيو ناس سبحان الله فين مشيتي شي صالون ولا شي حاجه كنتلاقى مع شي وحده تقول لي شوفي اقسم بالله والله شاهد على شي تقول لي شوفي هذيك الطريقه ديالو راه ديما شاده الفيديوهات ديالك ديما كتحيا فيك وانا اللي كتشوفوا فيا المغاربه كاملين عرفتوني. هادشي ما نقدروش ولا عارف كيفاش جات عندك. شوفي الفيديوهات اللي واش هذه كتصعب الناس ولا لا؟ هاد الفيديوهات واش هذه هي الوقت اللي جات عندي البارح لان هي جات عندي انا دايره الحجاب وفي الفيديوهات انا نقدر نكون ما نستعطفش الناس بواحد الدريره لحاجه. انا ما كنعممش على الناس اللي كيديروا الدرا الله يهدينا كاملين. انا نقدر ما نستعطفش الناس كيما خرجت هي دايره دريره والفيديوهات ديالها هما كاينين كيفاش كتلوح فيديوهات في هادشي التيك دابا توك واه التيك ديالها. انا اللي كتشوفوا فيا درت فلوغات مشيت عند سميره داوود البرامج ما خليت ما درت ما عمرني طلعت مع شي واحد درت معاه فيديو. هي طلعت مع واحد اللي صاحبو دايره معاه فيديو. داكشي انا ما كيهمنيش. انا ما كيهمنيش بتاتا بينها وبين الطريق ديالها يصرف على ولادو. واحد الحاجه اللي غنناشد بها انا النساء المغربيات كاملين ولكن انا بغيتكم تهضروا في الحق وتعطيوني الحق. بالله عليكم واش نتيا اي وحده فيكم غادي تزوج براجل مطلق وغتكون كتقاتل وتا انا عندي جوج ديال الوليدات علاش انا ما دايراش هادشي للطليق ديالي؟ انا ما كيعطيني حتى شي حاجه. كنقري ولادي في البريفي كنصرف عليهم كنتقاتل عليهم. اللي شديتها انا كنخلي راسي بلاش وكنعطيها لولادي وهو مراد شاد والعالم شاد على هادشي. الناس اللي كيعرفوني وزائد واحد الحاجه في الصيف كتكسيهم وكتجمعيهم بارزه وكنصيفطهم انا عند باهم. انا ما بغيتش كنقول واخا ما كيعطينيش خليه كتظني بان هي دابا انت انك انا بدا كنحييك على صراحتك. شنو هي؟ لا غنقول لك انا كنحييك على صراحتك. طلعتي امام في اكبر منبر اعلامي في المغرب كتقولي انا اللي كنصرف على راجل. حدا اخرى ما غتقولهاش. انا بغيت نوقف معاه. انا ما كرهتش. شوف انا ما غنكذبش انا ما كرهتش راجلي. انا يخدم عليا بحال زعما كيقولوا العيالات يخرج يخدم داكشي ولكن ما عندوش ما عندي ما ندير ما غنصبر معاه. يمكن هي اعتقدت بانه راه هو اللي داير هاد العقيقه وعنده الفلوس واخا دابا الناس كيعايروا بها انت مدلوله عنده فلوس عنده انت مدلوله انت كتخدمي على راجل انت كديري هذيك السيده حبست لي كلشي حيت حبستها. انت اكبر من المدلولات انت كديري ويلي انت هازه الراجل. انا ربي رازقني فاما بنعمه ربك فحدث. واحد شويه ديال الرزق اللي ربي عطاني كنخدم كولابوراسيون مع الناس. هذاك الشيء كله راني ماشي درتو بفلوسي مالي الخاص. كاين اللي خدمت معاه اشهارات وكاين اللي عاود وكاين اللي خلصتو وبغيت نفرح براسي. انا بغيت نفرح براسي واحد شويه ما فرحتش ما كملتش عليا الفرحه ديالي مع هاد السيده هذه ما خلات ما دارت ليا. هذيك صحاب لي كنت كنطلع في مواقع التواصل وكندير واحد الاشهارات ولا كنوض ندير بحال هكا واحد الروتين ديال الوجه ديالي ولا شي حاجه انا فرحانه. راه بعض المرات كنكون ليل كامل وانا باكيه وعلاش حيت سالني الكونطرا خصني نوض بزز مني ونخدم وانا مدمره. وصلوني ميساجات المعيور السبان صابنا انا اللي تقاتلت كتقول دابا انا باش راسي كيضرني خارجه بوجه احمر كتقول
عليهم، واش ما كيتحشميش راه انت وليا وانا وليا، راه حشومه. واش انا هي هذيك جميلة. الكرافه درتها بفلوسي وهكاك مع الله اعلم. كيقولوا الناس راه كيجيو كيرشوا، ما بقاتش خدامه الكرافان. الكرا اختي 53,000 ريال، الويفي الموضوع، الدراري كيقراو الادوات، هذا ماشي اختي انت اللي مصيه. الله يسهل عليك. شوفي انا الا كان الطليق ديالها كيخدم، راه اي مراه مغربيه غادي تقول الحق. حنا بغينا نقول، ولكن في هذا الوقت راه ما بقاش واحد كيبغي الحق. اللي بغى قال الكلام الحق خصو يركب على عود معاه. انا شنو الكلمه اللي تبغي توجهها؟ انا ما نسمحش ليها. شي ديك السيده تقدر تكون في الاول كانت مظلومه، ولكن دابا ولات ظالمه بينها وبين راجلها. الا كان هو اللي يخضرك ولا نسى الملح ولا الطعام ولا هذا، راه بينك وبينه. علاش انا كتجلديني؟ علاش انا شنو بيني وبينك؟ دمرتيني. علاش انا النهار ديال الفرحه ديالي خرجتي كديري لا كانت صاحبه معاه خطفاتو ليا دارتو ليا؟ انا ما غنخطفوش، انا ما خطفتوش، وما كايناش شي راجل في العالم كتخطفو شي مرا. الكلمه اللي غنبغي نقول انا، شوفي بزاف ما دارت ليا هاد السيده، بزاف ما دارت ليا، بزاف. الا جيت نهضر ما غيقدليش ليا كامل. شنو غنسالي. هذا الشيء؟ الغرض ديالها من هذا الشيء هي انا ما نبقاش مع مراد، نتفارق انا وياه. شتي دابا هاد الهضره اللي قلت انني كنصرف عليه وقلتها بهاد يعني خرج هكا كنقولها بالصراحه ديالي، راه ما غيعجبهاش الحال، حيت هي كتعايرني بها مدلوله. انت كتصافي عليه، انت كديري عليه. انا راني ماشي ضافره شي ولا راني شي وحده بايره، وسمحوا لي على هاد الكلمه هادي، انني زعما ما تزوجش ولا ما عمرني ما تزوجش. انا فايته مزوجه وعندي وليداتي، انا كتبني الله على هاد السيد. تزوجنا، المزوجين راهم في السما. حتى انا فاش طلقت وجيت طلقنا راه ما كنتش باغا نتزوج، كنت ضاربه على الزواج، كنقول ما عمرني نعاود نتزوج، نربي وليداتي وصافي. وها هو مراد يشهد على هادشي. ملي كنت كنهضر انا وياه غير كيشكي عليا، وتا انا كنت كنشكي عليه. ملي تفارقت طلقت مع الطليق ديالي تنبقى هكا. ولكن ربي كتبنا لبعضياتنا. علاش تخرجي تدمريني وديري لي كاع؟ علاش ما رضيتيش بقدر الله؟ ربي اللي كتب عليك هذا الشيء. انت بينك وبين الطريق ديالك. انا ما تدخلينيش، انا ما تدمرينيش. سعيري لي ولادي. خرجتي دابا كتقولي لا شغل، انا بغيت ندير لولدي الصاك ديال الشبان ونصيفطو معاه. انت مالك؟ علاش كتهضري لي حتى في ولدي؟ علاش؟ شنو دار لك؟ واش دراتك الماكله اللي كنوكل لولادي؟ راه نعمه عطاها لي الله. واش شي حاجه دراتكم؟ راه ربي اللي رزقني الحمد لله. واحد رزيق ربي بارك ليا فيه. علاش تابعني عليه؟ اقسم بالله كيوصلوا لي ميساجات كيقولوا لي نهار اللي شرينا التلفازه، راه شراو التلفازه. علاش يشريو التلفازه؟ نهار اللي دخل الصاله، علاش دخلوا الصاله؟ اقسم بالله الخوت الا هذا الراجل جاب حوايجو فراش كلشي داكشي ما كيهمنيش. ديالها ضربت مع تماره، انا ما كنهضرش فيها كيما هي كتهضر فيا. هي وليا وانا وليا. كتخلص ما كتهضر مع راجلها ما كتخلص. داكشي بيناتكم كتخلص. المهم ياك خديتي كلشي. واش بغيتيني نصرف عليك؟ انا راه حشومه هذا الشيء. وإلا كنتي باغا تشهري الله يسهل عليك، ولكن باش تقولي تصرف عليه هي راه حشومه. هادشي راه ما كيبغيه لا ربي ولا هذا، راه حقره انا وليت كنعيش فيها. راه حشومه. واش انا نصرف؟ الراجل باقي ما خدامش، مازال ربي غادي يرزقو ان شاء الله وانا صابره معاه. شنو بغيتي تصيفطيه للحبس بيناتكم، انا ما كيهمنيش هذا الشيء هذا. ولكن باش انا نصرف على العائله، نصرف على ولادي، ونصرف حتى على ولادك انت، ما عمر ولادو هو مسؤولين منه هو. هذا الشيء قلت في غيبتكم ليس دفاعا عنك، انما منطقيا ولادو مسؤولين منه. الحقيقه. دابا هاد البلاد هي اللي كتقول الحبس، واللي ما باغاش الناس اللي ما كيتسالوا ما كتديكلاري حتى الراجل كيشدوه. علاش كطلعي الصحافه؟ حنا علاش طلعي الصحافه؟ ما غاديش بالنفقه علاش ما تمشيش بالبوز باش نختموا واحد الكلمه. بالله عليك اختي سميره، واش اللي طالعه باغا النفقه طالعه؟ انا ماشي انا اللي كنقول هاد الهضره. في لي كومونتير في الفيديو ديالها السيده باغا النفقه وشادها الضحكه. هذه اللي باغا النفقه. واش هذه بحال جيت عندك انا النهار الاول كنبكي؟ علاش؟ حيت قهرتني الوقت، فعلا قهرني الوقت. اما هي انا اقسم بالله غنقول هذه الكلمه هذه، انا كنخلي ليا الطريق ديالي ويا ربي كنقولها ترزقني. اقسم بالله تندير النقاب. انا كنخلي ليا الطريق ديالي بحال اللي خلى لك هو. ما نخرجش المواقع توصل، ما نديرش هاد الفيديوهات اللي درتي انت بهذاك العرا مع الرجال. انا ما نقدرش اقسم بالله. لو كان يا ربي رزقني ندير مشروع واحد انا كنقولها. رسول الله هادشي كتشوفوا المتابعين لا المشكله طالعه طالع ديالي ما عمرو عطاني ولو درهم. الدري دابا راه عنده 9 سنين طالع في 10 سنين، والصغير عنده 4 سنين. عمرو عطاني شي حاجه. وكل خلى لي بحال اللي خلى لك انت هذاك المشروع. انا ما حاس داكشي عليه، الله يسهل عليك. ما نطلعش، ما عمرني يشوفوا لي وجهي في المواقع التواصل. ولكن الله يهدينا. واخر كلمه غنقولها لها، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله ياخذ فيك الحق. اذا مشاهدينا الكرام، كنا في اطار حق الرد. تكلمت مننا اللي هي الطريقه ديال مراد دوتش ورد مراد وردات صوفيا الشهيره فريضه. اسرار البيوت ما كيعلم بها غير الله. طليقه طلعت طالبت بالنفقه، والزوج رد وبكل جرأه ترد صوفيا وكتقول راه انا اللي كنصرف عليه وكنصرف على وليداتي. ما يمكنش نصرف على وليداتك، لان وليداتك انت مسؤولين منه ولا منه هو. القاكم في بث لاحق.